هنا كيبين لنا أن هناك سبب خفي علاش هذا السيد من بعد عامين عاد خرج تيهضر، خرج كيتهجم من المغرب ودخل في الوحدة الترابية ديالنا ودخل في السيادة ديالنا، حوايج اللي بعادين عليه. كيتكلم ومنين من دكار يعني غريب، اشنو دخلك في هادشي كامل؟ اولا وقبل كل شيء الحاجه اللي هي مهمه انه المغرب رغم انه امر سيادي، نقولوا نسطروا على بالحمر، رغم انه امر سيادي وما عند الحق حتى شي واحد يدخل فيه كيف ما بغى يكون، ما دام انه ليس مغربيا ما عندوش حق يدخل فيه كيف ما بغى يكون. هذا المخلوق هذا امر داخلي وسيادي، المغرب يدير داك الشيء اللي بغى. رغم هذا الشيء كامل المغرب كان لبقا وكان حكيما يعني، وكانت عنده اخلاق اسلاميه. علاش؟ لاننا حنا كتعرفوا المكانه ديال القضيه الفلسطينيه عندنا، وجلاله الملك ابلغ بنفسه محمود عباس اللي هو رئيس السلطه الفلسطينيه، وتم ابلاغ السلطه الفلسطينيه والحكومه الفلسطينيه الى غير ذلك، وتشاورنا معهم وتناقشنا معهم رغم انه امر سيادي كنعاودوا نقولوها. علاش؟ احتراما لهم. هذا السيد هذا ما دخلوك انت الرئيس ديالك بارك هذه الخطوه واتفق وكيقول لك حنا ما عندناش شي مشكل مع المغرب، ما عندناش مشكل مع المغرب الشري. هو ولا في موقف محرج. نقرا لكم واحد المساله، واحد الجواب ديال البيان ديال السفاره، هو اللي كيضرك في ودني ولا كيسمع في التصرفيق على ودني وما قادر يدير والو. قال لك اسيدي الى جانب الاخلال بالمبادئ الاساسيه، ما فراسك انت باللي المغرب، ما فراسكش في المغرب من الانتفاضه وكان موقف المفاوضات مع اسرائيل، ما فراسكش كان المغرب كان وقف العلاقه مع اسرائيل اللي كانت قائمه وحبسه. الحسن الثاني المرحوم قال في سنة 1986 لما استقبل زعيم آنذاك شيمون بيريز آنذاك. اسرائيل كمغرب ما عمر درتنيش، بالعكس اسرائيل حنايا كدوله كتحترم المغرب وعندها مكانه خاصه.
الاتراك حنا كما كنعرفوا استعمروا كاع الدول العربيه الا المغرب، او العثمانيين او الخلافه الاسلاميه العثمانيه كانت كتستعمل واحد الاسلوب ديال التعذيب سميتو الخازوق، يعني من الجيران وانت غادي حتى ما نعرف فين، كل ما الدول التي تسمى دول عربيه ذاقوا الخازوق التركي. حنا ما ذقناش الخازوق، يعني جدودهم هكاك مخشي فيهم الخازوق في الزنقه قدام اون بيبل. كيفاه؟ اون بيبل. والله العظيم مدوخ من هذا الانسان هذا كبير. السفير هذا صفوات البراغيث، صفوات البراغيث اسم على مسمى ما شاء الله. صفوات البراغيث جبد المغرب والجزائر، فخرج بواحد التصريحات غريبه عجيبه الخوت ما عندها لا اساس لا راس. بدا كيتكلم قال لك حكا المغرب ما قدم والو لفلسطين، والمغرب طبع، والمغرب ضيع القدس، والمغرب ما دار والو لفلسطين غير التنديد. لو كتنتظر منا حنا اللي بعد ديالك ب7000 كيلومتر اخو، لو كتنتظر منا حنا هاد شنو بغيتي حنا نديرو؟ بغيتي زعما نمشيو نهزو دبابات ونهزو الطيارات نمشيو نحروا عليك؟ حنا الحمد لله حنا ما كنهضروش بزاف، خاص هادوك اللي كيهضروا بزاف اللي مشرعين فمهم هما اللي يمشيو يحروا عليك ماشي حنا. يعني واحد الخبث، سمعوا شنو لسوء الحظ، هذا كلامه هو. لسوء الحظ بدأت بعض الدول مثل المغرب تعمل من أجل مصالحها الخاصة، تقول في النهاية لن تعيد إسرائيل الأرض. كان التحالف الثلاثي بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب موضوع مساومة دبرتها إدارة ترامب، التطبيع مع إسرائيل مقابل اعتراف بمغربية الصحراء. في نفس الوقت سمعوا شنو قال، في نفس الوقت المغرب الذي كان لديه مخاوف تجاه الجزائر التي هي قوة عظمى للغاية تدعم جبهة البوليساريو وشعب الصحراء لتقرير مصيره والاستقلال، كيجيك يتهمك انت بالعمالة ويتهمك بالصهيونية ويتهمك ما نعرفش، وفي نفس الوقت الجزائر اللي عطيهم غير البلا بلا والهضرة جالس كيصبغ فيها وكيقول عليها قوة عظمى للغاية، والمغرب واش هو اللي ولا طبع؟ راه الشاف ديالك ما تعباش مطبع. عطيني شي مسؤول مغربي واحد، مسؤول مغربي من جلالة الملك الى اصغر مسؤول قال هذه الهضره اللي قال محمود عباس. بل هو قرار قائم على العلاقات الطويلة بين المغرب وإسرائيل، وأيضا المجتمع اليهودي في إسرائيل والشعب المغربي. تقولون هنا أنه ربما كل يهودي لديه أحد في عائلته من الدماء المغربية. طبعا ليست هذه بنكتة، بل هذا واقع. ولكن اجي نشوفوا هذا السفير هذا، انا ما نقولش انا اخذ الفلوس، ولكن كمل من راسك. هذا السفير هذا عنده مشاكل. وقعت لي واحد الفضيحه في فرنسا، القضاء الفرنسي يفتح تحقيقا حول السفير الفلسطيني المتهم بخطف اطفاله. هذا السيد هذا مشى خطف ولاده، يعني ما شاء الله القوه ضاربه للغايه. صعود التحرش الجنسي من طرف المسؤول الامني بومهدي دافعوا عليها غير مالي فضايح.